بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده كده هنعمل فته خفيفه بالخل والثوم وشوربه مظبوطه ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معايا كيلو من اللحمه متقطع مكعبات، ودي دهنه عشان تنفس الشوربه تديها طعم حلو كده. خل، سمنه بلدي، ثوم وبصل، فلفل اسود، لوري وحبهان ورز. ويلا بينا بقى نحضر للأكلة بتاعتنا. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، أنزل باللحمة اللي معانا، كل كمية اللحمة أنزل بيها. لحمة بلدي طازة تديكي أحلى شوربة، وحتة الدهنة دي بتدي طعم كده دسم ونفس حلو للشوربة. وأول ما تبتدي تغلي معانا كده وتطلع الريم بتاعها أشيله بالراحة كده واحدة واحدة. اهو بالشكل دوت كده. انزل بالبصل، دي بصلايه كبيره مكعبات، واللوري والحبهان والفلفل الاسود. طبعا الشوربه احنا مش بنملحها غير ما اللحمه تكون داخله في السوا. واقلبها كويس. واغطيها، واول ما الميه تغلي معانا هوطي النار عليها. هنا بقى هنعمل الرز. حته السمنه، نقلبها كده لحد ما تسيح معانا. وهنزل بالرز ده مغسول ومتصفي. هنعمل رز ابيض للفته. اشوح في الرز كويس بالشكل دوت، واملحها الملح المناسب ليكي، واقلب كويس لحد ما تحسي ان الرزايه ذات نفسها اتغلفت بالسمنه كده وعملت صوت طشطشه اهو كده. اهو بصي ايدي في التشويح باستمرار لحد ما بقت كده بالشكل دوت. انزل بالميه السخنه المغليه، كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، واقلبه لحد ما يتشرب اهو كده بالشكل دوت كده. او موطيه النار ومغطيها. هيقعد معانا من 7 دقايق ل10 دقايق على النار. هنا اللحمه بتاعتنا اهيت كانت دخلت في السوا. هنملحها بقى الملح المناسب ليكي برضو، واسيبها برضو حوالي 10 دقايق واطفي. هنا الرز اهو كان استوى مفلفل ومرفرف كده حلو. طاسة على النار فيها حتة سمنة او حتة زبدة. هنعمل طشة الثوم، ثوم بالخل بتاعت الفتة. تقدح معانا حتة السمنة، هنزل بالثوم، اقلبها في السمنة كويس لحد ما تحمر معانا كده. تحمر فاتح قوي مش غامق عشان ما تمررش
يدوبك كده تبقى بامبي خفيف قوي اهو كده بالشكل دوت اهو. ننزل بالخل بالتدريج واحدة واحدة بالراحة كده اهوت واحدة واحدة. نكمل الخل ومعاها كبشة شوربة واول ما تغلي معانا كده طفي. احلى فتة بالخل هتاكلوها. معايا عيش مكسر، ده عيش ناشف، حابة تنشفي في الفرن نشفي براحتك. ابله بالشوربة بالشكل دوت اهوت. بالشكل دوت. حطوا اللايك بقى واشتركوا في القناة يلا. معلقتين خل كده بالثوم واحلى فتة خل بالثوم على العيش كده عشان كلها تبقى متشربة من فوق وتحت من الخل والثوم كده. ننزل بقى بالرز بتاعنا، احلى رز واحلى فتة، فتة خفيفة ولذيذة وخفيفة على المعدة كمان. بنوزع الرز بالشكل دوت سوي بالشكل دوت كده، ونوزع الخل والثوم من فوق برضو من فوق الوش كده. حطوا اللايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك. حبة فلفل اسود فوق الوش. توزعي بقى اللحمة بتاعتك مستوية وجميلة ازاي وطرية. وعليها برضو حبة ملح وفلفل اسود. ده شكلها تحفة وطعمها جميل وخفيفة. وهي الشوربة، سوري بقى الليمون بتاعك، وحبة فلفل اسود. زينيها بالليمون بقى للي عايز ليمون تاني. وهي دي الفتة بتاعتنا. ايه رأيكم بقى؟ الشوربة سخنة وجميلة وطعمها تحفة وبألف هنا وشفا. وده الشكل النهائي للأكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.